ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. معلش بعدت عنكم شوية عشان معرفتش اكمل لكم بقية القصة. اصلي كان عندي برد دور صعب قوي قوي قوي. عايزاكم تاخدوا بالكم منه وانتوا في المدرسة او في الدروس. لازم تلبسوا الكمامة وتقولوا كمان لماما وبابا يلبسوا الكمامات علشان الدور ده دور مؤذي وصعب جدا جدا جدا. ربنا يحمينا ويحميكم ويشفي كل مريض. بقول لكم ايه، هنبدأ يلا نكمل باقي قصتنا علشان في اصحابنا كانوا عاوزين يعرفوا ايه اللي حصل، وقعدوا يقولوا لي انت ليه يا سمر ما كملتيش القصة. انا جيت النهاردة علشان اكملها لكم. لازم تسمعوها وتاخدوا منها حرص وتاخدوا منها عظة كبيرة جدا جدا عشان ابليس اللعين ما يضحكش علينا ولا يوسوس لنا ويخدعنا زي ما خدع سيدنا آدم وأمنا حواء. فاكرين احنا وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ وقفنا لما ربنا أمر سيدنا آدم وأمنا حواء إن هم ما ياكلوش من شجرة ربنا خصصها لهم. قال لهم عندكم الجنة اتمتعوا بكل حاجة حلوة فيها، لكن اوعوا تقربوا من هذه الشجرة. طبعا إبليس اتغاظ جدا وقرر إن هو لازم يوسوس لهم علشان يخرجهم من الجنة ويدخلهم معاه النار. ومش هم بس، ده كل بني آدمين وعد ربنا وقال له أمهلني وأنظرني، فربنا قال له إنك من المنظرين. يعني اديني يا رب وقت علشان خاطر أقدر أنفذ لك وعدي، وسامحني المرة دي إن أنا رفضت إن أنا أنفذ لك الطلب اللي أنت قلت عليه، إن أنا أسجد لآدم زي ما الملائكة سجدوا. أنا عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا. الحتة دي لازم نستفيد منها حاجة كويسة جدا. عارفين بقى ايه هي العظة اللي لازم ناخدها من الدرس دوت؟ ان ربنا سبحانه الله وتعالى ادى فرصة لإبليس وقال له ماشي إنك من المنظرين وهشوف انت تقدر تعمل ايه مع عبادي. اداله فرصة. يعني احنا هنكون زي إبليس؟ حاشا، بعد الشر علينا، احنا مش زي إبليس. عشان كده لما نغلط لازم جري بسرعة نستغفر ربنا ونتوب عن الخطأ ده وما نرجعلوش أبدا، وربنا هيغفر لنا وهيسامحنا. وكل ما نغلط لازم نتوب ونفتكر إن ربنا ادى فرصة لإبليس. فلو ربنا ادى فرصة تانية لإبليس، مش هيدينا احنا فرصة تانية؟ احنا حبايبه. احنا اللي قال لنا اغلطوا وانا هغفر لكم، اغلطوا وتوبوا وانا هغفر لكم. ربنا بيحبنا قوي 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 قوي، علشان كده دايما بيدينا نفحات، واكبر نفحة ربنا اداها لنا هي الاستغفار. فلما نغلط لازم نتوب ونفتكر القصة دي كويس قوي. يلا بقى نشوف ابليس اللعين قدر يخدع سيدنا ادم ازاي ويخليه ياكل من الشجرة. راح يوسوس كذا مرة كذا مرة كذا مرة لسيدنا آدم وأمنا حواء، مش من أول مرة سمعوا كلامه. وقال لهم إني أقسم لكم. فقاسمهما في القرآن بيقولوا كده، بيقول فقاسمهما، يعني قال لهم إني أقسم لكم. هيقسم لهم بمين؟ هيقسم لهم بمين غير بربنا؟ قال لهم والله أقسم لكم بالله لو أكلتم من الشجرة دي هتعيشوا أبد الدهر، مش هتموتوا أبدا. وطبعا مفيش حد ما بيموتش أبدا وخالد غير الله سبحانه وتعالى. يعني قال لهم انتوا لو أكلتوا من الشجرة دي هتوصلوا لمرحلة الألوهية، انك تبقوا إله يعني زي ربنا. وطبعا مفيش حد بيوصل لربنا. ولأن سيدنا آدم وأمنا حواء كانوا على الفطرة، ما كانوش يعرفوا إن في كذب ولا خداع ولا إن إبليس ممكن يخدعهم. صدقوه لآخر مرة، آخر أما أقسم لهم بالله إن هما لو أكلوا من الشجرة ديت مش هيموتوا وهيفضلوا خالدين على طول لأبد الآبدين. وراحوا واكلين من الشجرة. أول ما أكلوا من الشجرة خلاص، بعد ما كانوا عايشين في الجنة وبيتمتعوا بنعيم الجنة، خلاص ربنا زعل منهم وقال لهم مش أنا نبهتكم وحذرتكم وقلت لكم ما تقربوش من هذه الشجرة وعندكم الجنة بكل النعيم والجمال اللي فيها، اتمتعوا. ليه سمعتوا كلام إبليس اللعين؟ طبعا سيدنا آدم وأمنا حواء زعلوا جدا إن هم غضبوا ربنا وكانوا عاوزين يتوبوا. وسيدنا آدم دعا ربنا بدعاء التوبة. دعاء التوبة هو
ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فضلوا يقولوا الدعاء ده كتير كتير ويستغفروا ربنا ويتوبوا. ربنا سامحهم عشان تابوا إليه واستغفروه، ولأن ربنا عالم باللي في قلوبهم تاب عليهم وعارف إن هم فعلا ندمانين على غلطتهم، وإن إبليس قدر يغويهم ويضحك عليهم، لكن ما فضلوش في الجنة. ربنا سبحان الله وتعالى عاقبهم عقاب إن هم نزلهم على الأرض وقال لهم عيشوا بقى في الأرض وشوفوا هتقدروا تتعاملوا معاه إزاي ومع خططه اللئيمة علشان يقدر يغويكم ويخليكم ترتكبوا الكثير والكثير من المعاصي. ونزل سيدنا آدم وستنا حواء على الأرض وعاشوا، وبدأوا بقى يجيبوا أولاد وأولاد وأولاد علشان خاطر يعمروا الأرض، ونيجي إحنا ويبقى اسمنا بني آدم، يعني أولاد سيدنا آدم، إحنا نسله. مش لازم أبدا إن إحنا نزعل مننا ربنا أو نزعل مننا سيدنا آدم بإن إحنا نسمع كلام الشيطان. الشيطان بيخش لنا من أبواب كتيرة جدا جدا جدا. عارفين بيخش لنا إمتى؟ بيخش لنا وقت السهو والغفلة، أو ما يخش لنا من الشهوة، من الحاجة اللي إحنا بنحبها قوي 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 ومتمسكين بيها. ساعات بتبقى غلط وبيخلينا يقعد يوسوس لنا لا لا ده مش غلط، يعني هو انت بس اللي بتعمل كده، يعني هو انت بس اللي مش لابسه الطرحه، يعني هو انت بس اللي بتكذبي، هو انت بس اللي سرقت، هو انت بس اللي كذبت على باباك. ويبدأ بقى يغوينا ويحلل الحاجة الوحشة في عينينا علشان نغضب ربنا وربنا يغضب علينا ويدخلنا النار معاه، عشان يجي هو يوم القيامة ويعمل ايه اللئيم؟ يطلع لنا لسانه يعمل لنا كده، ضحكت عليكم مش هدخل النار لوحدي، ويجرجرنا من لساننا. عارفين بإيه؟ بجنزير حديد من النار. أعوذ بالله أعوذ بالله، بعد الشر علينا كلنا. اوعوا تسمعوا كلامه أبدا أبدا. يقول لك اكذب، قول لا، الصدق هو المنجي. يقول لك اسرق، يقول لا، ربنا شايفني. اوعوا تعملوا حاجة غلط علشان ربنا شايفكم، حتى لو كنتوا في مكان لوحدكم ومحدش معاكم أبدا أبدا. مين اللي شايفكم؟ ربنا سبحان الله وتعالى، هو اللي شايفنا وهو اللي خلقنا. ربنا يحميكم يا حبايبي ويحمينا كلنا يا رب من شر الشيطان وأفعاله الوحشة. دايما الشيطان بيخش لنا واحنا ساهيين عن ذكر ربنا. عارفين يا حبايبي انتوا صغيرين ممكن تقولوا وانتوا قاعدين لا اله الا الله، دي كبيرة جدا 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 عند ربنا، وتصلوا على حبيبي. نصلي على النبي طول ما احنا قاعدين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستفيد ايه بقى من قصة سيدنا آدم والملائكة اللي وافقوا وطاعوا ربنا ان هم يسجدوا لآدم رغم ان هو من طين والملائكة من النور، ومن إبليس اللعين اللي رفض وقال خلقتني من نار وخلقته من طين رغم إنه كان أعبد العابدين زي ما قلت لكم. نستفيد إن مهما ربنا أمرنا لازم نطيعه ونقول لبيك يا الله وبس، من غير أي نقاش أو جدال. بشوف بعض البنات الحلوين يقولك لأ أصل أنا مش مقتنعة بالحجاب. ليه يا حبيبتي مش مقتنعة بالحجاب؟ الحجاب ده أمر ربنا. تقولك لأ أصل مش دلوقتي. طيب هقولك على حاجة، لما بعد الشر تروحي للدكتور وتكوني تعبانة يقولك لازم تاخدي الدواء علشان تخفي، هتقولي له لأ أنا مش مقتنعة؟ ولا هتقولي له ليه؟ طب اشرح لي كده انت الدواء ده اخدته ازاي في الكلية، وتبدأ بقى تخليه يشرح لك كل حاجة؟ ولا هتقولي له سمعا وطاعا يا دكتور وهتاخدي الدواء مهما كان مر وهتستحمليه عشان تخفي؟ طب ربنا بقى، ربنا بيأمرك بحاجة لازم تطيعيها من غير ما تسألي، ولازم تطيع ربنا من غير ما تقول وبتناقش. ربنا قال لك ده حرام يبقى حرام من غير نقاش طالما اتذكر في كتابه القرآن ورسولنا الكريم ذكره في السنة. صلوا على حبيبك يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ودي كانت قصة سيدنا آدم وحكايته مع إبليس اللعين، وليه يا ترى رفض إن هو يسجد له، وليه كان شايف نفسه أحسن منه. إن شاء الله استنوني في حلقات جديدة وقصص جديدة ومثيرة جدا 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 في قناتنا أجمل القصص مع سمر. بقول لكم إيه، عايزاكم تسمعوا القصص كويس قوي، دي قصص مفيدة لديننا
وعشان خاطر نتعلم منها الحاجات الحلوة. ما تروحوش بقى تتفرجوا على القنوات اللي مش كويسة اللي بتعرض حاجات مش لطيفة خالص وبتعلمنا حاجات مش كويسة. لازم تتفرجوا على الحاجات الكويسة اللي تحسن من أخلاقنا وتكبر عندنا حبنا لديننا. باي باي. استنوا نسيت أقول لكم ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتضغطوا اشتراك وتندهوا لأصحابكم تعالوا علشان يسمعوا معاكم القصص ويستفيدوا. باي باي. دمتم في أمان الله يا حبايبي.